هلو يا جماعة، welcome back to my channel. وأنا مبدئيا كده بعتذر جدا على الاختفاء اللي أنا اختفيته. وال60 day challenge اللي أنا اتخليت عنه ده، يعني محبش أتكلم في الموضوع ده. أنا أصلا يعني بجد مستغرباني قوي. أنا قاعدة كده بصور فيديو، حاسة ان انا بقالي بجد زمن ما صورتش. انا بقالي بالظبط شهر ما صورتش، بعتذر جدا على ده، ولكن هنرجع تاني عادي جدا، يعني مش مشكلة، هنعوض. و2026 جاية، يعني what a better chance ان احنا نعوض في 2026. وبمناسبة ان احنا داخلين على 2026، طبعا يعني ايه اليومين دول هتلاقوا فيديوهات كتير قوي lessons اتعلمتها في 2025. ده موسم للكونتنت كريتورز ان هم يعملوا ريكاب ل 2025 ويقولوا lessons اللي اتعلموها في 2025 واي حاجه حصلت في 2025 او اي حاجه عايزين يعملوها بقى في 2026. يعني عامه هو موسم للكلام عن السنين عامه يعني. فطبعا انا عملت السنه اللي فاتت فيديو، لو شفتوه على الشانل، حاجات اتعلمتها في 2024. وبجد انا محتاجه ريواتش الفيديو ده، يعني حاسه ان انا ليه ما شفتوش قبل ما اصور، بس عايزه اشوفه عشان مش فاكره بصراحه انا كنت قلت ايه. بس يعني حسيت ان انا كنت عامل فيديو عن حاجه تانية خالص، بس حسيت ان انا عايزه اقول لكم انا اتعلمت ايه في 2025. ورغم ان هما مش 10 lessons زي المره اللي فاتت، هما 5 lessons بس. الليسنز بتقل، معرفش ليه. المهم ان انا ال5 lessons دول بجد فرقوا معايا قوي، وهما يعني حسيت ان هي حاجات اتعلمتها من الفيس دي بالذات، يعني حاجات مش عشوائيه، مش حاجات اللي هي برضو مكرره او كده. حسيت ان هي حاجات سبيشال شويه، فعشان كده كنت عايزه اشاركها معاكم في فيديو النهارده. فيلا نبدا الفيديو. اول ليسون واهم ليسون بالنسبه لي، عشان كده حطيته اول واحد، وهو saying كده بيتقال بالانجلش، هو never say never. يعني عمرك ما تقول على حاجة انك مش هتعملها، مستحيل تعملها. يعني ما ينفعش اقول مستحيل اعمل كده، لان حرفيا هيجي اليوم عليك واللي هتعمل هذا الشيء. يعني انا حسيت ان انا ادركت في 2025 ان انا عملت حاجات كتير قوي مستحيل نفسي وانا صغيرة كانت تتخيل ان انا هعمل الحاجات دي. بجد مش فكرة ان انا عملت حاجات خارقة او كده، بس اللي هو مثلا انا قلت ان انا عمري ما هلبس طرحة ملونة، وان هما مش بيقلقوا عليا وما بحبهمش. هو انا مش مقتنعة غير بالطرحة السوداء، وهي ده انا بس. ممكن البني ساعات. قلت مستحيل البس طرح ملونة دي. جت 2025 وعملت جلو اب كده على الخفيف ولبست طرح ملونة وعجبه. مش كل طبعا الطرح الملونة بحبها، ولكن لبست. never say never برضو كذا حاجة اكبر من حوار الطرح يعني. قلت عليها ان انا مستحيل اعملها. انا في ثالثه ثانوي قلت انا عمري، عشان كنت بشوف المدرسين، عشان في ثالثه ثانوي بالذات عشان كنت بشوف المدرسين قد ايه بيتعبوا معانا، وقد ايه ممكن كل يوم من الصبح بدري يبقوا في سناتر يقولوا نفس الدرس، يقعدوا يكرروا نفس الدرس طول اليوم. كنت بقى قلت انا عمري في حياتي ما هبقى مدرسة. انا ازاي اصلا ان انا ادخل اشرح كذا مرة نفس الدرس وابقى حافظاه واكرر كلامي وكل ده. قلت مستحيل، عمري ابدا. ده شغلانة رعب بالنسبة لي. وانا حاليا مدرسة انجليش، يعني برضو كل ده يندرج تحت never say never. عمركم ما تقولوا على حاجة مستحيل، عشان ما تعرفوش انتوا لما تتحطوا في موقف ما هتعملوا ايه، او هتعملوا ايه في حياتكم بعد كده. يعني برضو ما تقدروش برضو لما تيجوا تتكلموا، مثلا تشوفوا موقف براكوا حصل لحد غيركم كده، وتقولوا مثلا هو مستحيل اعمل كده، مستحيل اخد هذه ردة الفعل. never say never بجد، عشان ممكن في هذا الموقف تاخد نفس ردة الفعل، يمكن اوحش بجد. فليه من الاول؟ بالذات ان انتوا لما تقولوا اصلا على حاجة مستحيل ان انتوا تعملوها وكده، هي دماغكم اصلا بتحفر، الموقف بيتحفر جوه دماغكم. بتيجوا بقى في هذا الموقف ده دماغكم
مش بتسترجع غير اللي انتوا قلتوا عليه مستحيل، فانت بتعمله. فاهمين؟ هي دي حوار سيكولوجي كده غريب. المهم، فاول lesson معانا never say never. lesson number 2 وهو plan B happens. ودي طبعا انا اتعلمتها يعني the hard way. ما كنتش حابه ان انا اتعلمها بالطريقه دي، بس يعني تمام. يعني ايه plan B happens؟ انا كنت مقتنعه 100% يعتبر ان ما عنديش غير بلان ايه. ان انا لما اعمل بلان ايه، اعمل خطه معينه لهدف معين، حاجه انا عايزاها، مركزش غير على بلان ايه وما اعملش اي بلان بي ولا سي ولا دي، عشان او حتى لو عملتهم اعملهم في الباك جراوند بس مركزش عليهم خالص ولا كانهم موجودين، يعني كاني ما عملتهمش، وما يبقاش قدامي وما اشتغلش وما احطش ايفورت غير في بلان ايه، عشان هي دي اللي انا عايزاها. وفي نفس الوقت انا لو ركزت على بلان بي وسي ممكن اثر في بلان ايه، فبالتالي ممكن تقلل من فرصتي ان انا بلان ايه دي تحصل. فاكتشفت ان لا بلان بي ساعات بتحصل غصب عننا، ساعات بلان ايه ما بتنفعش حتى لو حطينا فيها كل المجهود اللي احنا يعني اللي كان عندنا وسعينا فيها جدا، بس في الاول وفي الاخر ممكن تكون مش هي الاصح او مش هي الخير. فبالتالي بتضطروا ان انتوا ترجعوا لبلان بي او سي ايا كان. ف اتعلمت ده بصراحة، وان انا بعد كده لازم يبقى عندي بلان بي، يعني مينيمم بلان بي. وان انا برضو اديها اهتمام زي ما بدي البلان ايه. وطبعا ان تركزوا على بلان ايه وكل حاجة، بس يبقى عندكم بلان بي دي. ودي انا اتقالت لي وانا كنتش مقتنعة بيها بصراحة، بس يعني اضطريت اقتنع بيها يعني في 2025. فبس يا جماعة اعملوا حسابكم على بلان بي واشتغلوا عليها، يعتبر زي بلان ايه. واللي يعني either one اللي جالكوا فيها هيبقى ده الخير ليكوا. انا متأكدة من ده. يعني مش دايما فعلا اللي احنا عايزينه بيبقى هو الأصح لينا، او على الأقل مش بيبقى الأصح لينا في الفترة دي. يعني يا إلا هو مش صح لينا خالص، يا إلا الوقت هو اللي مش صح. يعني المفروض ما تحصلش في الوقت ده، المفروض تحصل في وقت تاني. بس التالت lesson معانا وهو over planning is over controlling. يعني التخطيط الأوفر ساعات بيبقى بس نابع من ان احنا عايزين نتحكم في كل حاجة في حياتنا ونحس ان احنا مسيطرين على حياتنا، وده بشكل ما بيخلينا مطمنين ان كل حاجة عارفين كل حاجة تحت السيطرة. بس انا اتعلمت ان ده يعني الاوفر كنترولينج ده بيبوظ الدنيا، بالذات ان انتوا لما تبقوا مخططين لكل حاجة بالظبط بالديتيلز وكده وما تمشيش، لان مفيش حاجة بتمشي كده. يعني مفيش حاجة بتمشي بالظبط بالظبط بالظبط، الحياة متغيرة جدا. انتوا هتتخنقوا لان انتوا قعدتوا تبلان كل حاجة بالديتيلز وتعبتوا، فليه في الاخر ما يحصلش بالظبط زي ما انتم مخططين. بس انتوا لو انتوا ريحتوا شوية واللي هو خططتوا على الخفيف كده، وتبقوا برضو مرنين في الخطة دي ان هي ممكن تتغير في اي لحظة، ده الفريدم بجد، ده اللي هيديكوا حرية في الحياة، وتحسوا ان انتوا مش مقيدين، مفيش حاجة خانقاكوا ان انتوا لازم هتمشوا من الساعة كذا، لسه هعمل كذا وبعدين هعمل كذا. طب لو انا ما عملتش ده، يعني انا مثلا قلت ان انا النهارده مثلا هصور، تمام، دي كانت خطتي لليوم، هصور الساعة كذا. طب الساعة كذا وما عرفتش اصور، ما ينفعش اصور بالليل يعني بعديها او كده؟ لا عادي ينفع. انا كنت الاول لا، انا لو ما صورتش الساعة 4 او 5 مثلا، لو انا محددة يعني الوقت ده، خلاص مش هصور. وهكمل يومي عادي. لا، لو انا ده شيء مهم بالنسبة لي اعمله في وقت تاني عادي. لا، انا كنت عندي الحته اللي هي بتاعت لا، انا خططت ده بالترتيب ده يبقى هكمله بالترتيب ده، ما ينفعش اغير الترتيب. بس فانا حسيت ان اتعلمت برضو the hard way ان انا لازم ابقى مرنه شويه في التخطيط، وان انا عادي لو انا في حاجه يعني وليتها على حاجه تانية، وان ده طبيعي يعني، وان المفروض حاجه زي دي تبقى سكيل عندي، يعني ان انا ابقى مرنه وكده. رابع lesson وهو in being busy is a blessing not a curse.
يعني الانشغال بجد بجد نعمة، مش حاجة نتضايق منها ان احنا نبقى مشغولين وان حياتنا تبقى مليانة وان احنا ما نلاقيش وقت لحاجات معينة. ده نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ومش كل الناس، بجد مش كل الناس حياتها مشغولة. والحياة الفاضية من أصعب الحاجات اللي في الدنيا بجد، يعني ان حياتك تبقى فاضية مفيش حاجة بتعملها قوي، او ان التاسكس اللي عليك وتبقى قليلة، دي مش حاجة حلوة بتاتا. يعني دايما انا كنت ببقى عايزة وقت، دايما كنت ببقى عايزة مساحة وقت عشان اعمل اللي انا عايزاه وكده. ولقيت ما هو انا عايزة مساحة وقت ليه؟ ما انا عشان اعمل حاجات، ما انا كده برضو هنشغل. وانتوا عارفين طبعا ان يعني الانشغال بيغنيكوا عن حاجات كتير قوي ممكن تبوظ. يعني ممكن يبقى فيه مثلا لو احنا فضينا وكده نعمل ذنوب، او الفضا ممكن يولد مشاكل في القلب اصلا، يعني من ناحية ان احنا ممكن نقعد بقى نفكر كتير، وان احنا نبص على حياة الاشخاص، كل الحاجات دي. فبالتالي الحمد لله الحمد لله على نعمة الانشغال. لو انت او انتي شخص بجد مشغول في حياتكم وعندكم حاجات كتير في حياتكم، فدي نعمة كبيرة جدا جدا جدا. وكده كده كل حد فينا حتى لو مشغول ايه يقدر ياخد تلت ساعة من 30 دقيقة من يومه، يقعد بس يحمد ربنا ويفكر في قد ايه ان الانشغال ده حلو، ويفكر هو بيعمل ايه في يومه وايه النية بتاعته في الحاجات دي عشان برضو ياخد عليها ثواب وكده، مش بس اللي هو يكون بيعمل كده عشان ينشغل وخلاص وحياته تعدي وكده. يعني انا اول مرة احس في 2025 الفكره بتاعت السيركل اللي هي الدوامه دي، ان انا احس ان انا ايه، يوم الاحد بيجي بلاقي يوم الخميس جه، وبعدين يوم الخميس جه بلاقي يوم الاحد بيجي، وسيركل سيركل سيركل، اجازه شغل اجازه شغل اجازه شغل اجازه شغل، وانا مش حاسه. بس هو طبعا الادراك شيء مهم، بس بجد في الاول وفي الاخر انتوا لما بتقعدوا كده قد ايه دي نعمه، وقد ايه الانشغال ده صعب كمان يبقى موجود ان انتوا تشغلوا نفسكم وكده. ده مش كل الناس تقدر على ده، يعني كقدرات هي تقدروا تعملوا ده لو انتوا عايزين، بس في ناس مش بتستحمل الحاجات دي. فالحمد لله على نعمة الانشغال. واخر لسن معانا وهو ان تقبل accepting people as they are gives you freedom. تقبل الناس زي ما هم بيديك انت الحرية. يعني انا برضو كان عندي شوية احساس اللي هو انا مش بعرف اتعامل مع اي حد، في شخصيات معينة انا ما بعرفش اتعامل معاها، ما بعرفش اصلا اتكلم معاها عشان مش فاهماهم او اي حاجة من دي، او طريقتهم غريبة، مش عارفة ازاي اتعامل معاهم اصلا، مثلا مش حباهم او كده. بس طبعا يعني مع بيئة مع الانشغال والتعامل مع الناس وبيئة الشغل وبيئة كذا بيئة انا اتحطيت فيها في 2025، اضطريت ان انا اتقبل الناس زي ما هي، واعرف اتعامل معاهم، وافصل بين ان انا عندي مشاعر ناحية الشخص ده مش احسن حاجة، مش حابة الشخص مثلا، وان انا اتعامل معاه بطريقة كويسة، واعرف اتعامل معاه في الحدود اللي احنا فيها، وافصل مشاعري عامة عن الشخص، لان دي حاجة كانت صعبة بالنسبة لي قوي. ايا كان مشاعر حلوة او وحشة، ان انا اعرف افصل ان انا اتعامل مع الشخص ده ازاي، يعني من غير ما يأثر ده عليا بالسلب. وده اداني حرية جدا في التعامل، ان انا فاصلة بين الحاجتين، فاصلة بين مشاعري وفاصلة بين التعامل مع هذا الشخص. فده ريحني قوي جدا بصراحة، وحسيت ان ده كان درس مهم ليا برضو في 2025. وحاسة انا طولت قوي في الفيديو ورغيت قوي في الفيديو، بس عادي اتس اوكي. برضو عودة بعد فترة. ويا جماعة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابقى كونسيستنت في 2025 في الكونتنت، وابدا اعمل ريلز واظبط الدنيا في السوشيال ميديا وكده. ويا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو، او اتبسطتوا واتسليتوا وانا قاعده برغي في ودنكم. وما تنسوش تعملوا كومنت تقولوا لي اتعلمتوا ايه في 2025، ولو في حاجه فرقت معاكم في 2025 موقف او حاجه كده قولوها لي برضو. واتبسطت ان انا راجعه اصور بصراحه، يعني حاسه ان انا كده رجعت لنفسي. بس وان شاء الله مش هختفي عنكم تاني ان شاء الله. وباي باي، شكرا انكم اتفرجتوا لاخر الفيديو. باي.